إلى كل مسحور وكل محسود كل معيون وكل منفوس وإلى كل مريض إليك هذه الرقية التامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، أحبتي في الله، سأخبركم بسنة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تكاد من السنة المهجورة. هي بإذن الله تكون رقية تامة وشفاء من كل سحر وكل حسد وكل عين وكل نفس وكل مرض بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نفعلها نستشعرها بأن إحياء للسنة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، ننويها أنها رقية بإذن الله سبحانه وتعالى. العين حق، وصحابي أصاب صحابي، وقال صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني أن تقتله. وكذلك سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نفعلها استشعارا إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أنها رقية تامة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من تعدى عليها وعلى أبيها وعلى عرضها، تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا، تجمع كفيك هكذا ثم ينفث فيهما. تقول أمس الرجيم صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، يعني تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس كامل، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه، تبدأ هكذا، ثم على وجهه تقول، ثم ما أقبل من جسده تفعلها هكذا. إذا خلصت من كذا ترجع من وراء، أن تكون جالس في فراشك. يفعلها 3 مرات، تفعلها 3 مرات عند النوم بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون لك بإذن الله شفاء. والله يا أحبتي في الله، لو تروح لأكبر راقي وأكبر شيخ، والله ما يقرأ عليك القرآن كامل، يقرأ عليك آيات الحسد. إذا ما وجد حسد قرأ السحر أو النفس أو المس أو المرض. لكن هذه بإذن الله تكون رقية تامة. يقولون أهل العلم: ما مرت هذه اليد على هذا الجسد إلا كانت له رقية تامة. لو فيك لا سمح الله عين ولا نفس ولا سحر، بإذن الله تفعلها 3 مرات عند النوم كل ليلة، تحرقها بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلو باسم الشافي، ونحن المرضى أسأل الله أن يشفينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض يشاهدنا أو مريضة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل من نشر هذا المقطع، وانشروا يا حبتي في الله لعله يصل إلى شخص محتاج فتكون سبب في شفائه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.